أطاحت شرطة منطقة الرياض ب5 متهمين في قضية إطلاق النار على شخص مساء أمس الأربعاء، ونتج عنها إصابة أحد المطلق عليهم. وكشفت مصادر أن تحريات الجهات الأمنية أسفرت عن تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، وهم يخضعون حاليا للتحقيق، كاشفا عن أن سبب الجريمة خلاف عائلي. أيمن الزهراني وصل إلى مقر السوق وروانا التفاصيل، نشوفها وراجعين من ثاني. أطاحت شرطة منطقة الرياض اليوم الخميس ب5 متهمين في واقعة إطلاق النار التي شهدها مجمع الرياض مول مساء أمس الأربعاء، ونتج عنها إصابة أحد الأشخاص، حيث يقع الرياض مول في شرق مدينة الرياض. وكان المجني عليه هاربا من الجاني، حيث أطلق النار عليه أثناء ملاحقته بالسيارة. وقيل من شهود عيان أنه كان قادما من طريق خريص. توجه المجني عليه راكضا إلى بوابة رقم 3، حيث تابع الجاني ملاحقته وإطلاق النار عليه. والله جاءت إصابة مسلحة، واحد مسلح فقط يعني، وداخل واحد مصاب علينا من البوابة هذه. يعني أصيب قبل البوابة؟ هو جاي مصاب على طول في كتفه. يعني أطلق هو في المواقف. أيوة، بعدين دخل هنا وارتمى هنا عندي، وطاح كمان في طيحة ثانية هنا. طيب. وهو مصاب طبعا. كان عنده أهله؟ كان عنده لا داخل هو على طول وقت صلاة كان لحاله ولا كان عنده أهله؟ لا، هو جاي من برا، ما ندري عنده أهله ما عنده أهله ما أدري. طيب، ومين أسعفه؟ وطول العمر دخل هنا ودخل واحد وراه في رشاش. اي دخل في رشاش من هذا ولحق لين هناك عند المحل. يعني كان يركض يركض الى ما اي يركض مصاب. هو ارتمى هنا مع يمكن مع انهيار الدم اللي راح منه، دخل لين جوا اطلق نار طلقتين، واحده هنا واحده في الفخذ. وجت حرمه يقول روحي بيذبحونك، تقول اني ممرضه خليني اسعف اسعافات اوليه، واسعفته وما قصرت بنت الحلال، والحمد لله ان شاء الله يقوم بالسلامه، ندعي له بالسلامه. اطلق ثنتين طلقتين، هنا واحده في البطن وواحده في الفخذ، وبرا واحده في الكتف. هذه مشاهدينا تنظروا الان هنا طلقه رصاص في الاسفل، وايضا في الاعلى القزاز تاثر. نعم، الزجاج تاثر كما تشاهدون، وكمان برضو في الملكان اللي موجود هنا. كانت هنا نزل رجال نحاش من السياره ولحق بعده. انت كنت وراهم؟ اي كنت وراهم. وصل اطلق عليه اول رصاصه على بوابه 3 خارج البوابه. اي بعدين دخل للسوق، رمى عليه وصل هنا مدد انسطح على الارض. كان الرجال لابس بدله فنينه بيضاء وبنطلون اسود، هذا القاتل عنده شعر طويل شويه. وبعدين ركبوا السياره وراحوا. هو يمشي في السياره، هو كان هارب بالسياره. انا كنت طالع رايح المسجد، مع اسمع صوت الصدم الحادث اول مره، رحت راكض عليهم على اساس نشوف ايش الحادث ايش هو ما كان قصده ياتي للرياض مول؟ لا، هو كان هارب منهم. اسمع ناس يتكلموا، قالوا يطرده من على طريق خريص، جاي من هناك. طلع هنا فسمعت صوت الحادث الصدم، رحنا نركض على الحادث. يوم نشوف له نازل بالرشاش معه 11 واطلق عليه، ركضنا شفنا الرشاش واطلاق النار، تخبينا خلف السيارات. فنزل الاخ من السياره قد هو ينزف دم الظهر على يده، وهرب متجه على بوابه 2 ودخل المجمع. وهذاك بوابه 3، واللي معه في السياره واقفين في السياره ما نزلوا، بس قفلوا على سيارته. طيب اخ قايد، يعني هل يوجد كاميرات هنا حتى يتم رصد اي حركه غريبه سواء خارج المول او داخل المول؟ لا والله الكاميرات للاسف عندنا ما في. اذا مشاهدينا كما شاهدنا قبل قليل اثار الجريمه التي حدثت بالامس، نتمنى السلامه للمصاب، وايضا نتمنى من رجال الامن القبض على الجاني. كما شاهدنا ايضا في المول لا توجد كاميرات مراقبه، كذلك رجال الامن في المول قليل. نتمنى من اداره المول تكثيف هذه الجهود وكي يصبح الامن اكثر في المول وخارج المول ايضا. من الرياض مول، أيمن الزهراني لبرنامج الرصد. شكرا أيمن، يعطيك العافية. الشيء الإيجابي في هذه الحادثة كان وجود ممرضة في السوق تفاعل معها الناس بعد ما أنقذت النفس هذه، بعد ما جاء 4 طلقات. وتفاعل المغردين في هاشتاج في تويتر بعنوان شكرا للممرضة أريج القحطاني. الهاشتاج هذا قدموا فيه شكرهم لأريج على عملها الإنساني الكبير اللي قامت فيه. كانت أول التغريدات من بدر العامر. بدر قال: الأخت لم تنقذ نفس واحدة بعد الله، لقد أنقذت شخصين من الموت، الجاني والمجني عليه، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
إلى تغريدة محمود يقول: هرب الجميع من الموت وبقيت أريج تقوم بمهمتها في إنقاذ شخص كان قريب من الموت. أما الدكتور محمد دويش يقول: التمريض مهنة إنسانية نبيلة خيرة تسمو بصاحبها وصاحبتها إلى مرتبة التضحية بالنفس لإنقاذ نفس. وإلى آخر يقول: أثناء الهروب والصراخ من العامة تأتي ممرضة سعودية حاربت نقد مجتمعي وربما عائلي لتنقذ ما يمكن إنقاذه وبشجاعة. يوسف العياف غرد بأبيات شعر: يلي تقولون المرض العنعويج لاجت على الفزعة، ما هو بس الرجال كل النساء في المملكة مثل أريج. ختاما غردت أريج نفسها: في يوم ما أقسمت أن أفعل ما بوسعي لإنقاذ أرواح مهما كلفني الأمر وحتى على حساب نفسي، ولن أسمح لأحد بإبعادي، هذا أنا. تنضم لي هنا في الاستوديو أريج القحطاني اللي وقفت على الحادثة وساهمت في إنقاذ المصاب. أهلا يا أريج. تفضل. السلام عليكم. حياك الله. اهلا وسهلا. يعطيك العافية. هنا قربي هنا عند. يعطيك العافية على اللي سويتيه. الله يسلمك. أنا ودي أعرف كيف كانت القصة، وين كنتي أنت، وين كان موقعك، وكيف أنقذتي هالنفس؟ طبعا أنا كنت يعني بيني وبين المكان في سيب. إيه. فكنت متجهة أبغى أصلي أنا وأختي. إيه. وكانت أمي في الدور الثاني. فجأة لو نسمع صوت طلقات نار. صوت كان عالي. كان عالي. فأنا وقتها يعني ما أدري، الناس كلهم ينحشون ويطلعون برا وأنا إيش أسوي؟ فطلعت برا وأعطيت أختي الشنطة ورجعت مرة ثانية. طبعا كل الناس يطلعون وأنا الوحيد منا وأنت راجعة. أيوة. وأنا داخلة والناس كلهم طالعين. في ناس قالوا لك ارجعي؟ لا. بس في ناس كلهم يعني اللي يبكي واللي ما أدري إيش واللي بالحرمة اللي تصارخ. طيب. ففي واحد جاني مليان دم. قلت ايش صاير؟ قال طلق نار واحد هناك ميت ما ادري ايش يقول. مرتبك. فقلت له انت طيب اهلك طيبين؟ قال تمام. قلت طيب اطلعوا. حلو. ورجعت انا مره ثانيه قلت وين مكان الاطلاق؟ قالوا لي هنا واشهروا لي. طبعا رحت على طول للمكان، انا ما انتبهت، طبعا الموقع مره خطير والدم اظن في ارجاء المكان جدا. فانا قلت انا لازم يعني اشوف شغلي ايش هذا. طيب فالمكان خطير. توجهت على طول له. في زحمه؟ لا ما كان في احد ابدا. هذا كان ريحك اكثر. ايوه. فالحمد لله اني رحت له وحاولت اصحيه. حاولت اساله ايش اسمك؟ رد علي اسمه. قلت كويس. ايوه. فقلت له ما عليك، انا اوعدك باذن الله اني لا اسوي كل شيء اقدر عليه. وش سويتي؟ حاولت اني اصحيه انه يكون معي ما ينام. كان في ملابس في برا المحل، كان في محل في السوق اللي جنبه. ايوه. المحل الملابس اللي برا. فسحبت لبستين او ثلاثه وكانوا في كثير مجموعه، فاستعنت باثنين منهم يشقون لي الثوب ويشقون لي القطع اللي معي. ايوه. فالحمد لله قدرت اسيطر على النزيف. الحمد لله قدرت اراقب تحركاته والنبض والتنفس. فالحمد لله مع الضغط مع التشجيع الدعم المعنوي. والناس كانوا يكلمون الاسعاف. ايوه انا قبلها قلت ضروري اسعاف الله يخليكم. ايوه. طيب. الاسعاف والشرطه. طيب وبعدها جو وانت خلصتي مهمتك كامله، الرجل الباقي صاحي؟ الحمد لله جاء الاسعاف، الرجال صاحي يتكلم معي انت طيب؟ يقول الحمد لله. اقول ايش اسمك مره ثانيه؟ يرد اسمه. طيب كم طلقه كان فيه؟ 3 طلقات او 4. طلقه على الجنب، في طلقه على الفخذ. كان خطير يعني بس الحمد لله انا شيكت على الراس. ما في شيء. شيكت على مكان القلب، واهم شيء انه يعني النبض، راقب النبض والتنفس اهم شيء. والله ممرضه بصراحه ترفعين الراس يا ريج. والناس اللي كانوا محتفلين فيك من امس احنا قلنا يعني نجي في الاخير احنا يعني جينا بعدهم بصراحه. كل الناس اثنوا عليك، كل الناس شكروا اللي سويتيه. انت ممرضه في اي مستشفى؟ انا تخرجت من كليه الفارابي. ايوه. انا عرفت القصه وباك تقولينها. الله يسلمك. اعطينا. انا تخرجت من كليه الفارابي. قعدت 7 شهور، قدمت على الهيئه السعوديه للتخصصات الطبيه. اختبرت، رسبت. لكن حاجه جواتي يعني انا احب هذه المهنه. انا ابغاها. ما في شيء كسرني ابدا. الان انت في البيت؟ ايوه انا الان في البيت. يعني انا ما ادري يعني ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. يعني اريج احيت نفس. اتصور هذه اكبر شهاده لاريج انها تكون تخدم امهاتنا واخواتنا وعيالنا في المستشفيات. هذه مهنتها اللي هي تقول اقسمت
انها بتشتغلها. أنا أقسمت. المشكله العويصه انه مستشفياتنا فيها ناس قاعدين يتعلمون فينا ومن جنسيات مو سعوديه، يعني بيتعلمون وبيمشون. رساله يعني لوزاره الصحه انه بنتنا اريج انها تكون ضمن الناس اللي يخدمون اسرنا. بصراحه اكبر شهاده سويتيها امس، دليل انه انت انسانه رائعه جدا. هذا السي في خطير، يعني شهاده الناس ترى اكبر سي في. يعني انت ما ركضتي لشهاده الناس كلهم ركضوا لك وشكروا فيك. ابغى رسالتك الاخيره تقولينها الان بعد كل اللي صار لك من امس الى اليوم، يعني احتفال فيك صراحه. الحمد لله. طبعا مهنه التمريض لا يستحق ان يهمش او ينظر اليه بنظره دنيئه. لا، التمريض مهنه نعم امانه على العاتق، فيجب. انت وفيتي الامانه الحمد لله. الوالده الحمد لله جت معك امام هنا. الله. ايوه. طيب سلمي على الوالده ونعم التربيه، واحنا ان شاء الله نشكر الوالده على هالتربيه واهلك، وبيض الله وجهك يا ريج. الله يسلمك. انت فخر لنا. شكرا لك يا ريج، يعطيك هذا العافيه. ديني وهذا وطني وهذه مهنتي وهذه انا. وهذا اللي ما نستغرب منك يا ريج، ومن غيرك من بناتنا اللي يشتغلون شغلتك. يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا يا ريج.